سنة 1805 كتب بيتهوفن أوبرا فيداليو لأول مرة باسم ليونور، وتعرضت الأوبرا في نفس السنة في فيينا اللي كان تم احتلالها من نابليون فعلا في الوقت ده. وطبعا الاحتلال ده كان سبب من أسباب فشل العرض الأول للأوبرا فشل كبير. ففي الفترة دي كتير من سكان فيينا اللي ممكن يحضروا العرض كانوا هربوا من فيينا، لدرجة إن أغلب جمهور افتتاح العرض كانوا من الجنود الفرنسيين، وحتى النقاد الأوروبيين كانوا مهتمين بالحرب وأخبارها أكتر من اهتمامهم بالفن. بس الحقيقة إن احتلال فيينا ما كانش السبب الوحيد في فشل عرض ليونور، ففي كمان أسباب فنية، منها إن الأوبرا كانت مكونة من 3 فصول طوال جدا وكانت معقدة بشكل كبير، ودي حاجات كان بيتهوفن نفسه شايفها، وده اللي خلاه يوقف العرض ويشتغل على الأوبرا من تاني. بعد الفشل الكبير للعرض الأول اشتغل بيتهوفن مرة تانية على الأوبرا بمساعدة صديق له، وقدر يأثرها ويخليها فصلين بس، واتعرضت النسخة دي بعد التعديلات سنة 1806 وبرضه ما نجحتش، وبرضه بيتهوفن ما كانش راضي عنها وقرر مرة تانية إنه يعدل عليها. في سنة 1814 وبعد 9 سنين كاملين من أول عرض اتعرضت أوبرا ليونور باسمها النهائي فيداليو، بعد ما عمل بيتهوفن تعديلات جذرية عليها بمساعدة كاتب مختلف عن اللي اشتغلوا معاه قبل كده. وأخيرا نجحت الأوبرا فعلا بشكلها اللي فضل مكمل معانا لحد دلوقتي. وعشان تقدر تقيم حجم الشغل اللي عمله بيتهوفن على الأوبرا دي، فكفاية إنك تعرف إنه كتب لها 4 أوفرتورات مختلفة، والأوفرتور دي هي قطعة موسيقية بتتعزف في بداية الأوبرا، يعني بمعنى أدق هي افتتاحية الأوبرا. فعلى مدار التعديلات والتطوير اللي عمله بيتهوفن على الأوبرا كتب 3 افتتاحيات باسم ليونور، ده غير الافتتاحية الرابعة باسم فيداليو، ودي اللي بنسمعها دلوقتي في بداية الأوبرا. تخيل إن مؤلف موسيقي يكتب 4 بدايات مختلفة لعمل واحد بس، ده بيوري قد إيه بيتهوفن كان عنده هوس بالكمال، وإزاي كان بيحاول يوصل لأفضل شكل ممكن، على الرغم إن الفترة دي كانت مشكلة الصمم وصلت لمرحلة متأخرة جدا. وكان بيتهوفن في الفترة دي بيحس بالنغمات بقلبه وعقله، مش بيسمعها بودنه.